السلام عليكم خوتي المغاربه والمغربيات، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على لاس كاساس اوكوباداس ولا لا كاسا دي اوكوبا في اسبانيا، كيفاش كيسكن فيها المهاجر او لا الانسان اللي قطعت به الظروف، كيفاش كيسكن في لاس كاساس دي اوكوبا في اسبانيا، وشنو هي الحالات ديال لاس كاساس دي اوكوبا، شنو هما الظروف المحيطه بهذه الحياه ديال الديور اللي كيتسكنوا هكذاك بطريقه غير قانونيه، كيدخل لها الانسان كيسكن لها. غادي نتعرفوا على لاس كاساس دي اوكوبا انطلاقا من البدايه. هاد الظاهره ما بانتش عاد بانت هاد الاعوام التاليه، لا بانت من عهد فرانكو. هاد الظاهره ديال من عهد الديكتاتور ديال فرانكو ديال اسبانيا بانت من السبعينات. الناس كانت كتحتج على عدم القدرة على الشراء ديال سكن في اسبانيا، بانها كتمشي وكتسكن صحة في سكن خاوي، فين ما كان السكن اللي يناسبها كان خاوي، كتمشي وكتسكن فيه صحة وكدير له الاستعمار او لا احتلال الملك الخاص. كيتسمى هذا احتلال الملك الخاص، يعني كتدخل لواحد السكن ديال واحد الشخص ما ساكنش فيه وكتحتلو كتسكن فيه انت. بذلك القانون الاسباني بوحدو من غير القوانين ديال دول اوروبا كلها ما كيجرمش هذه الفعله، كيجرمها في 48 ساعه. يعني الا فات 48 ساعه من بعد دخولك اوكوبا الدار، الا فات 48 ساعه ما منحقش المخزن يهضر معاك القانون القديم. في 2022 داروا تطويرات على القانون ديال لا فيفيندا في اسبانيا، واخا هكذاك ما قدروش يحدوا من التطور ديال لا اوكوبا في اسبانيا. القانون اللي دار يلا خفض نسبيا من النسب ديال لا اوكوبا ديال لا فيفيندا في اسبانيا. غادي نهضروا على السكن المحتل او السكن الخاص المحتل في اسبانيا بالنسبه للمهاجر. شكون هما هذا الظاهره بعدا راه قديمه، راني قلتها لكم قديمه باش ما يقوليش بنا الديور ديال لا اوكوبا العرب اللي داروهم او المغاربه اللي داروهم او لا. ظاهره الاسبانيين كانوا كيحتجوا على الوضعيه المزريه والاقتصاديه المزريه وعدم قدرتهم على شراء سكن، كانوا كيحتجوا بهذه الطريقه وكيسكنوا في بيسوس وبيبينداس فاميليا، كيسكنوا فيهم بطريقه غير قانونيه وكيستعمروهم. منهم كانوا كيديروهم لوس خيتانوس، كانوا كيديروهم المهاجرين الرومانيين، كانوا كيديروهم الاسبانيين. في هذا الوقت دابا شكون اللي كيحترف هذا الميدان ديال ديور اوكوبا؟ لوس خيتانوس، لوس رومانوس، لوس ماروكيس هما اللي كيحترفوا هذا الميدان ديال كيدخلوا بالديور ديال عباد الله صحه. كيفاش كتتم العمليه ديال لا اوكوبا في اسبانيا؟ اولا العمليه ديال لا اوكوبا كتحتاج طرف متضرر، يعني شخص بدون مأوى او لا سينتيتشو ما عندوش سكن، شخص متشرد او لا جونكي او لا عائله ما عندهاش فين تسكن او لا ناس فقدوا العمل ديالهم ما لقاوش باش يخلصوا الكرا ديالهم وكيضطروا يسكنوا في الزنقه كيفرعهم البرد. اذا كيفكروا في الحل البديل ديال الاوكوبا، والاوكوبا متعارف عليها في اسبانيا وكتحاول اسبانيا تحاربها. شنو كيديروا هاد الناس المتشردين ولا الناس اللي في ظروف صعبه ولا الناس اللي بلا اوراق ولا الناس اللي المهم ما عندهمش سقف كيويهم في اسبانيا، كيلجؤوا للاوكوبا وكيدخلوا للدار بطريقه غير قانونيه او بيسو، كيدخلوا له وكيسكنوا فيه. القانون الاسباني او القانون ديال لا فيفيندا تبليغ على حالات الاعتداء على الملك الخاص والدخول واحتلال الملك الخاص. القانون كيسمح لك بها في قبل 24 ساعه، يعني الا دخل اون بيرسونا ولا اون جروب دو بيرسوناس لواحد لا فيفيندا واحتلها وسكن فيها لمده يومين وتجاوز داك الفتره ديال يومين، ما كيوليش من حق مول السكن او الشرطه بانها دير له لا اكسبولسيون تخرجوا من الدار او لا تخرجهم من الدار الا بامر قضائي. والمسطره القضائيه ديال لاس فيفينداس معروفه في اسبانيا كتمتد ما بين 9 شهور حتى العامين على ما يصدر القاضي الحكم بالافراغ ديال هذه العائله او هذا الشخص اللي احتل الملك الخاص ديال واحد الاسره.
شنو كيدير المحتل او الانسان اللي كيبغي يدير لا اوكوبا، خصوصا العصابات المنظمه اللي كما قلنا كاين بلغاريين، كاين رومانيين، كاين خيتانوس، كاين مغاربه، كاين يمارسوا هذه المهنه، كيحتلوا ديور خاويين وكيوليو يعاودوا فيهم البيع لخوتهم العرب او لخوتهم اللي ما عندهمش فين يسكنوا. يعني هو براسو احتل الدار ولات كاسا ديال كوبا، كيولي يبيعها بواحد الثمن رمزي، كيبيعها ب 600 الاورو، ب 1000 الاورو، ب 2000 الاورو، كيبيع داك الدار بثمن رمزي، ماشي ثمن رمزي راه ثمن صحيح، كيبيعها للمهاجر اللي ما عندوش اصلا ما ياكل، ولا المهاجر اللي إليغال، ولا الحراق، ولا اللي بسينتاتشو، ولا اللي في دورو الصعبه، كيشريها بالثمن من عند العصابات. اللي هاد العصابات شنو كدير، ولا هاد الناس اللي كيبغيو يحتلوا كاساس ديال كوبا وكيبغي يدبر فين يسكن، كيدير يدخل ليها. العصابات كيجهزوا راسهم، الناس العاديين العصابات باش كيجهزوا راسهم ديما كيديو معاهم سيرور جديده او قفل ساقطه جديده باش كيديروا طورنوفيسات وبيلات، وكيمشيو مجهزين لذاك الدار، حتى كيكونوا سولوا عليها في الريجسترو ديال، كيسولوا على داك الدار قبل ما يمشيو ليها، كيرصدوا داك الدار ديال اللي خاويه وكيرصدوها وكيحلوها وكيمشيو للريجسترو ديال لا بروبييداد ديال داك لا بروفينسيا، وكيسولوا كياخذوا نوتا سيمبلي. راه من حق اي واحد ياخذ نوتا سيمبلي على اي بروبييداد، اي ملكيه في اسبانيا. يمكن لك تمشي لهذا البيرو ديال لا بروبييداد وتاخذ نوتا سيمبلي على داك الدار، شكون المالك ديالها، فوقاش ملكها، تاريخ مختصر ديال داك الدار. كياخذوا هاد لينفورماسيون وكيستغلوها لصالحهم، وكيجيو مختلين بالليل وكيدخلوا لداك الدار بالليل بلا حس، كيحاولوا ما يديروش الحس باش ما توقعش اون دينونسيا في 48 ساعه. كيحاولوا ما يديروش الاصوات المزعجه بالليل، كيدخلوا لداك الدار كيبدلوا ليها الفرخه، كيسكنوا فيها وكيضربوا الطم، كيضربوا وكيقطعوا الحس، وكيبقاو عايشين فيها لمده 48 ساعه. اون فوا تعدات المده ديال 48 ساعه وعاد جا البروبريتاريو وعاد وصلوا الخبر ديال ان الملك ديالو احتلوه شي وحدين ولا شي مهاجرين، كيجي كيلقى 48 ساعه فاتت، كيمشي يدير اون دينونسيا. البوليس ما حقوش يخرجهم، كيضطروا بانهم يتسناو الحكم ديال القاضي اللي غادي يبت في الامر. مسطره خاصه كما قلنا كدوم ما بين 9 شهور حتى العامين. هذه هي لا بروسيدور اللي كيدوزو بها الناس اللي كيديروا لا اوكوبا في اسبانيا. لا اوكوبا ولات حاله منتشره بزاف، ولات كتهدد الملكيه الفرديه ولا الملكيه الخاصه ديال الناس. ولا صعيب على الانسان يشري دار في اسبانيا وما يسكنش فيها وتبقى خاويه. صعيب بزاف، لان الا ما سكنتيش في داك الدار القانون كاين الثغرات ديال القانون كتمكن عباد الله بانهم يسكنوا، وما كتكونش عندهم متابعه جنائيه من طرف، ما كتكونش عندهم متابعه بينال. يعني هذه هي الدوله الوحيده في اوروبا اللي ما فيهاش متابعه جنائيه في حاله الدخول واحتلال ملك شخصي من ناس اخرين. ما كاينش متابعه جنائيه في اسبانيا. في دول اوروبيه فيها متابعه جنائيه. يعني لاس كاساس دي اوكوبا الى دارت دينونسيا عند الشرطه في 48 ساعه الاولى من احتلال الملك، كتجي الشرطه داك الساعه وكتخرج المحتل قبل ما تدوز 48 ساعه. اون فوا دازت 48 ساعه وبعد الشرطه كيعطيو الاولويه في التعامل ديالهم مع العائلات اللي ما عندهمش المأوى. لان الشرطه ما تقدرش تخرج عائله نميروسا، راجل ومرته عندهم 3 اولاد صغار ودخلوا لذاك الدار اوكوبا وسكنوا فيها، ما تقدرش تجي الشرطه وتخرجهم. القاضي وكيوحل باش يخرجهم. الناس اللي كيديروا اوكوبا عندهم جوج الحلول، اما كيسكنوا داك المده حتى كيحكم القاضي ويخرجوا، اما كيتفاهموا مع البروبريتاريو ولا صاحب الملك وكيعطيهم واحد التعويض وكيخرجوا يدبروا على راسهم. المهم هكذا كتمشى الامور. غادي نشوفوا الاوكوبا فين كاينه في اسبانيا وكيفاش ان الاوكوبا انبادات. هذا واحد الجورنال قال لك لا اوكوبا انبادات التيريتوريو اسبانيول كله كاع، ولات منتشره فين ما مشيتي. الناس كتقلب على السكن
بثمن رمزي او بثمن ما كاينش، السكن بطريفات باخاس. الشرطه كتعيا تحاول تصدى لهذا وتخرج هاد الناس قبل من 48 ساعه. كاين حملات ديال الطرد ديال لاس دينونسياس اللي كيبلغوا بهم قبل 48 ساعه كيخرجوهم، ولكن اون فوا كتفوت 48 ساعه الناس ما يمكن لهمش يخرجوا من الدار ديال الاوكوبا. غادي نشوفوا بان كاتالونيا كتحتل المرتبه الاولى في اسبانيا من ناحيه عدد لاس اوكوباسيونيس اللي كاينين في اسبانيا، تقريبا ب 18%، لان كاتالونيا راه كتحتل المرتبه الاولى في الديور ديال الاوكوبا، يعني فيها عدد كبير ديال الديور اللي خاويين ودارت لهم لا اوكوبا ودخلوا ليها ناس وسكنوا فيها. لا كومونيداد ديال مدريد كتجي موراها في المرتبه الثانيه، واللي هي عامره فيها بزاف ديال بيسوس بيبينداس اللي فيهم الاوكوبا في اسبانيا. كاين بزاف ما يتقال. كاين كاستيا لا مانشا حتى هي كتحتل المرتبه الثالثه. كاستيا ليون فيها ديور ديال الاوكوبا، نافارا فيها قلالين، غاليسيا فيها قلالين، بايس باسكو ما فيهاش ديور الاوكوبا قلال. ندخلوا للاحصائيات بالتفاصيل وغادي نشوفوا هذه لا سيكستا كانت دارت واحد التقرير خاص على الاوكوباسيون في اسبانيا وفي جزر الكناري وفي البليار، هما اللي قالت لك كيسجلوا اعلى عدد ديال الديور ديال الاوكوبا اللي كيهجموا عليهم الناس وكيسكنوا فيهم صحه في اسبانيا. كيسكنوا كيدبروا على راسهم، كينقذوا راسهم من الزنقه ومن البرد ومن التشرد. والناس اللي سينتيتشو راه كلهم كيقلبوا على السكن باي طريقه. اسبانيا علاش فيها هذا المشكل؟ من بعد نشرح لكم هذه القضيه، عاد ندوزو للتفاصيل باش نعطيكم داكشي بالارقام. اسبانيا علاش فيها هذا المشكل الاوكوبا؟ جاء من بعد الاوكوبا اللي هضرنا عليها من الجنرال فرانكو، هي خدامه الاوكوبا ديال الناس الاسبانيين، دخلوا المهاجرين لاسبانيا، ولاو كيلقاو صعوبه فاش يسكنوا، ما كيلقاوش الثمن، ما عندهمش القدره الشرائيه باش يخلصوا واحد الثمن غالي، لان غلا الثمن ديال الكراء في اسبانيا او الثمن ديال شراء العقار. بالاضافه للناس الاسبانيين اصلا اللي خدامين، جات الازمه ديال 2012، الازمه ديال 2015، الازمه قبل منهم ديال 2008. هاد ثلاثه الازمات الاقتصاديه اللي جات متتاليه ومن بعدهم الكوفيد. هاد الازمات الاقتصاديه اللي جات متتاليه بزاف الشركات اللي سدوا وجراو على الموظفين ديالهم، صبحوا دايرين فايت، ما عندهمش فين يسكنوا العائلات ديالهم، طردوهم الناس اللي كانوا ساكنين عندهم، ولاو كيقلبوا على الناس اللي يوريوهم ديور ديال الاوكوبا، ديور اللي خاويين، ولاو حتى هما الناس مواطنين لظروف صعبه وظروف قاهره، حتى هما كيقلبوا على راسهم فين يسكنوا في ظروف امنه بلا ما يخلصوا تا ريال. كيستغلوا داك الدار اللي خاويه وكيقلبوا عليها حتى هما في الريغيسترو ديال البروبييداد، وكيمشيو وكيتلبدوا وكيدخلوا يسكنوها مده 48 ساعه. الا فاتت والناس ديالهم ما كاينش اللي يخرجهم منها، حتى القاضي كيوحل يخرجهم منها الا كانت عائله كبيره. هذا بالنسبه للازمات الاقتصاديه. تطورات الازمات الاقتصاديه شنو دارت؟ جاو واحد المنعشين عقاريين وبقاو كيبنيو في السكن وفي الاحياء السكنيه خارج بجنب التجمعات او لا في جناب المدينه، كيبنيو تجمعات سكنيه. هذا نوع ديال الديور ديال الاوكوبا اللي سميتو الديور ديال الاوكوبا، الديور ديال البنكه او لا كاساس ديال البنك. الا بغيتوني نهضر لكم على كاساس ديال البنك ولا الديور ديال البنكات، حتى هما نوع ديال الديور ديال الاوكوبا. الا بغيتوني نهضر لكم على الكاساس ديال البنك فين كاين تجمعات ديال البني جديد اللي خاص بالشركات العقاريه والمقاولين اللي بناو العقار وسمحوا فيه، قولوها لي ندير لكم فيديو على لاس كاساس ديال البنكو ونوريكم داكشي بالخرائط والتفاصيل. قولوها لي في التعليقات ندير لكم فيديو كيهضر على الاوكوبا في لاس كاساس ديال البنكوات، راني نهضر لكم عليه في الفيديو بوقبيل. الا قلتوها لي في التعليقات واش التعليق كيقولوا لي هضرنا عليها، غادي نهضر لكم عليها. ندوزو دابا نشوفوا هاد الاحصائيات. هاد الاحصائيات جد دقيقه، هاد الاحصائيات ديال سنه 2022. هي كومونيداد، عندنا لاس كومونيداد اوتونوماس، وعندنا لاس بروفينسياس، وعندنا كاساس اوكوباداس ديال 2021، وعندنا كاساس اوكوباداس ديال 2022 مقيدين.
اسبانيا اون توتال في 2022 كانت فيها 10,000 حالة سكن او لا بيسو او لا بيبيندا اوكوبادا ساكن، وراه انخفاض هاد السنين كلها كاين انخفاض في معدل احتلال الملك الخاص في اسبانيا. يعني المهاجرين والناس اللي ظروفهم صعبه والناس اللي ما لاقينش فين يسكنوا ما بقاوش كيزعموا بزاف يديروا الاوكوبا، لانه ولاو كيخافوا على راسهم. اندلسيه كتحتل المرتبه الاولى في هذا التصنيف عندنا. اندلسيه راها من بعد برشلونه، راهي كتجي هي وبرشلونه في مستوى واحد. اندلسيه فيها حسب هذه الاحصائيات 1500 كاسا دي اوكوبا ديور ديال ماليهم اللي محتلين ساكنين فيهم ناس اخرين والقضاء كيبت فيهم. الميريا 171 كاسا دي اوكوبا في 2022. هاي كاديس 200. يعني هادو المدن اللي فيهم عدد كبير ديال الاوكوبا بحال دابا سيفيا فيها 472، مالاغا فيها 274 كاسا ولا بيسو ساكنين فيه الناس بطريقه غير قانونيه. مهاجرين كيبغيو يدبروا على راسهم. اخي المهاجر المغربي، اختي المهاجره المغربيه، الا اقتضى الحال وتحتي في ظروف، هذه النصيحه اللي نقول لكم، تحتي في ظروف قاصحه وما لقيتيش فين تسكن، انا كنفضلك تمشي تسكن في كاسا دي اوكوبا، ولا انك تمشي تسكن تحت القناطر وفي الخربات وفي البلايص اللي مهجورين بزاف. كاسا دي اوكوبا على الاقل كتكون دار محافظين عليها ماليها، ما كتكونش خربه بزاف، كتكون مازال صحيحه، فيها شويه ديال الموبلو، فيها شويه ديال الموبل، فيها شويه الموبلات، فيها شي باش ديباني تقدر تسكن فيها وتصلحها وتدخل ليها الماء وتدخل ليها الضوء وتدخل ليها الانترنت وتدخل ليها الغاز وتسير الامور ديالك، لان مولاها ما كيبقى يسلسل عبا. ملي كتسكن فيها اوكوبا راه مولاها خصو بينو وبين القضاء يمشي للقضاء، والقضاء كيعطيك فرصه ديال عامين ولا 3 سنين تسكن وترتاح وتجمع راسك وتوقف في داك الكاسا ديال اوكوبا. اخي المهاجر، اختي المغربيه، ما دير هاد الحاله ديال الاوكوبا حتى طيح في ظروف صعبه قاهره ما لقيتي لهاش الحل. نزيدو نشوفوا اراغون من بعد ما خطرت عليكم هاد شويه. نشوفوا اراغون، واللي اراغون فيها 132 دار اللي محتله رسميا. هادو راه محتلين رسميا بلاص دينونسياس بكل شيء. فويسكا وكاين الترويل بقات فيها. الترويل هي المقاطعه الوحيده في اسبانيا، باش نزيدها لكم، هي البروفينسيا الوحيده في اراغون اللي قدرت تقضي على الظاهره ديال الترويل وبحثوا عليها، قدرت تقضي على الظاهره ديال لاس كاساس دي اوكوبا ولقات البديل ودارت حلول ووفرت للناس سكن اقتصادي بطريقه رمزيه، بطريقه بالخلاص شويه باسو باسو. بالعكس اسبانيا كلها ما قدرتش دير مشاريع سكن اقتصادي قائم بذاته وتخلي الناس يسكنوا فيه وتعطيه لهم بثمن رمزي باش ما يمشوش للديور اوكوبا ويحتلوا الديور ديال خاويين ديال ماليهم. اسبانيا ما عندهاش مشروع ديال سكن اقتصادي للمواطنين الاسبانيين ولا المهاجرين بصفه عامه. يعني اراغون ترويل هي الاولى اللي قضات على كاسا ديال اوكوبا، ممنوعين فيها، مازال فيها كاسا واحده ديال اوكوبا هي اللي كاينه في ترويل كامل. ساراغوسا زيد اخي شوف وخذ المعلومات التامه. استورياس ما فيهاش ديور ديال اوكوبا قلالين. وفين كتنتشر هاد الديور ديال اوكوبا باش نزيدكم خوتي المغاربه المغربيات، هاد الديور اللي كيكونوا خاويين وكيكونوا صالحين للسكن وخاويين ديال ماليهم، ماشي ديال البانكو، ديال ماليهم، عندهم بروبريتاريوس بيرسوناس، كيكونوا في سواحل اسبانيا. نهضروا على الساحل ديال برشلونه، الساحل ديال فالنسيا، الساحل ديال لا كومونيداد مورسي، ديال الساحل ديال مورسيا، الساحل ديال اندلسيه كلها، اندلسيه والساحل ديال بيلباو والساحل ديال تا كاستيا ليون تا هي فيها كتنتشر فيها ولات كتنتشر فيها الساحل ديال بيلباو والساحل ديال غاليسيا، كاع داك الديور الساحليه. دابا ندير لكم شي فيديو عليهم الا بغيتوني نهضر لكم على السكن الصيفي او المصايف او السكن الساحلي السياحي اللي كيكون خاوي العام كامل وكيجيو لهم ماليه سيمانه ولا شهر في العام يخيموا فيه ويصيفوا فيه. هذا السكن تا هو كيتعرض للاوكوبا. الا بغيتوني نهضر لكم على السكن السياحي او السكن العائلي الصيفي
اولا الاستجمامي، قولوها لي ندير لكم فيديو على هذه النوعيه السكن اللي كيكون كاين في المتنزهات الطبيعيه، في لاس بلاياس بجناب البحر، في المتنزهات الطبيعيه، في المحميات الطبيعيه. هذا نوع ديال السكن كيكون ديال ماليه وكيكون خاوي حتى هو نوع. الا بغيتوني ندير لكم فيديو عليه قولوها لي في التعليقات، زيدوا نشوفوا كنطابريه العدد. ها هنا المهم هذا الاناليسيس راه داروا الموقع ديال البيع والشراء ديال هاد الاناليسيس. شكون اللي دارها؟ الموقع ديال البيع والشراء اللي مشهور اللي سميتو ايدياليستا اللي مشهور في البيع والشراء والكراء ديال السكن في اسبانيا. ايدياليستا راه معروف، راه كتب ايدياليستا في جوجل، اشهر موقع ديال بحال داك المواقع اللي كيبيعوا الديور في اسبانيا. ايدياليستا دار واحد الاناليسيس بيان ديتايادو على هاد لاكوباسيون في اسبانيا، وعطانا هاد الريسو ماشي ريسومين، هاد راه انفورمي ديتايادو على فين كاينه اكستريمادورا حتى هي ولا كتنتشر فيها لاس كاساس لا اوكوبا. ترويل هي الوحيده اللي قضات على لا اوكوبا. كما قلنا تعرفنا على هاد، نشوفوا هاد الخريطه ديناميك كتعطينا المناطق اللي فيها الغامقه، هي اللي فيها برشلونه، هي اللي فيها 6647 كاسا دي اوكوبا. هذه في كاتالونيا اللي شحال فيها ديال الديور دو اوكوبا. اندلسيه كتحتل المرتبه الثانيه ب 2372. هذه الاحصائيات في هذه الخريطه ديال 2020، والاحصائيات اللي وريتكم في الطابلو اللي قبل ديال 21. المهم جميع لاس كومونيداديس بالاحصائيات ديالهم شحال فيهم ديور ديال اوكوبا، فين ممكن تلقاهم راه باينين، شرحت لكم كل شيء. غنشوفوا هنايا اوكوبا لا بوليميكا. هذه واعره. هذه اسبانيا كتعرفوا داك اللعبه اللي كنسمعوا في الميريكان ديال شركات استرداد السيارات اللي مشريه بالديون. كاين واحد الشركات ديال بنادم صحاح كيديروا شركات ديال استرجاع الديون او لا استرجاع السيارات اللي تشرات بديون وما يعجزوا على اداء الديون. في اسبانيا تاسست شركات ديال ناس صحاحين، صحاحين يعني كوستوات، وهما اللي ناضوا كيطبقوا القانون وكيديروا استرجاع الملك الخاص لاصحابه. هاد الشركات ولات كتنتشر في اسبانيا وكتحارب الملك العام بطريقه غير قانونيه، والملك الخاص، احتلال الملك الخاص بطريقه غير قانونيه. هذه شركات ديال لوتشادوريس ديال اكس لوتشا مصارعين، هما كانوا كيلعبوا المصارعه. بنادم صحاح ومفورمي كينضم لهاد الشركات وكيخدموا في استرجاع مول الدار الاصلي، كيمشي كونطراتيهم وكيكلفهم يردوا له الدار ديالو ويطردوا داك الساكنه بالعنف ويطردوها باي طريقه حتى كيحرروا الملك العام. هذه النقطه السوداء اللي باينه في اسبانيا. وردوا البال من هاد الشركات ديال خوتي المغاربه والمغربيات، ردوا البال من هاد الشركات اللي كاينين ديال المصارعين اللي كيحاولوا يحرروا الديور ديال لا اوكوبا في اسبانيا ويجريو على الناس اللي ما عندهمش سكن واللي ما عندهمش سقف يأويهم واللي ما عندهمش ظروف كتساعدهم، بغاو يجريو عليهم الزنقه بدون ما توفر لهم الدوله الاسبانيه حلول او سكن اجتماعي على الاقل. نوريكم واحد الطابلو هو التالي، ما نزيدش نطول عليكم، نوريكم هاد الطابلو هو التالي. هاد الطابلو كيهضر على لا كومباريزون بريمير تريمسترو ديال 2019، هو لاس دينونسياس او لا الشكايات اللي تقدمات بالديور اوكوبادوس بطريقه إليغال في اسبانيا في 2020. وفين تقدموا هاد الشكايات بزاف، وشنو هي المناطق اللي فيها شكايات بزاف ديال اوكوبا. كاتالونيا كتحتل المرتبه الاولى، اندلسيه المرتبه الثانيه، مدريد المرتبه الثالثه، الكوميداد فالنسيانا المرتبه. كما قلنا اللي شرحت لكم هو هذا. كوميداد كنارياس هي كنارياس ولات فيها اوكوبا كتنتشر بزاف. علاش؟ ولاو فيها المهاجرين بزاف، ولا السجن كبير. وشوفوا الفيديو ديال جزر الكناري وانتم تعرفوني علاش كنهضر. كنارياس علاش ولات انتشرت فيها الاوكوبا؟ حيت فيها المهاجرين، دخلوا ليها موجات كبيره ديال المهاجرين وعمروها ما عندهمش يسكنوا، واسبانيا ما كتوفر لهم السكن الملائم. بالاضافه حتى الناس ديال تشابولاس اللي كانوا كاينين في الاندلس وكلهم كانوا ساكنين تشابولاس،
الدولة ما وفرت لهم سكن اقتصادي ونقلاتهم سكن اقتصادي، لا كلهم ساكنين دابا في الديور ديال اوكوبا. هذا هو الحل اللي لقاتو سهل عليها الدولة الاسبانية، هي ديور سيغوندا كاسا ديال شي واحد كتبقى خاوية، لان وكيجي واحد اخر كيحتلها. يعني هذا هو الحال في اسبانيا. ننصحك اذا كنتي مهاجر مغربي في اسبانيا، عمرك ما دير سيغوندا كاسا، ولا عمرك ما تشري دار في اسبانيا وتخليها خاويه. اذا كنت هتشريها كون متاكد بانك غتسكن فيها ولا غادي يسكنوا لك فيها. ولا كانت عندك دار بركه، ما تقدرش تزيد تشري دار واحده اخرى. الا شريتي دار واحده اخرى غادي يسكنوا لك فيها، الا بقات خاويه غادي يسكنوا لك فيها وغادي يديروا لك كاسا دي اوكوبا. هذه النصيحه اللي ننصح خوتي، ما تشريش دار في اسبانيا، ولا اقتضى الحال وشريتيها سكن فيها، ولا خليتيها خاويه راه كتكون عرضه الناس يسكنوا لك فيها وتلقى مشاكل يقدروا يخربوها لك الدار، يقدروا بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه للمهاجرين اللي كيدبروا على راسهم في هذا البرد اللي جاي، عليكم بالمناطق اللي ما فيهاش دينونسياس بزاف. الا بغيتي تسكن في هذا البرد اللي جاي اخي اختي المغربيه، عندك عائله ما عندكش، اضطرات بك الظروف، جاتك صعيبه الظروف ديال السكن وما عندكش الفلوس باش تخلص السكن غالي في اسبانيا، سير للمناطق، ما تمشيش لبرشلونه ودير فيها اوكوبا. راه برشلونه فيها شكايات، فيها مساطر قانونيه، خدامين ديما خدامين كيجريو على عباد الله. شوف المناطق اللي ما فيهاش دينونسياس. نبداو حنا ما نهضروش على المدينه المحتله، نهضروا على لا ريوخا، ما نهضروش على سيوطا، نهضروا على استورياس. ها انت استورياس ما فيش دينونسيا. استورياس الساحل ديالو الشمالي كله، والله الساحل ديالو كله عامر بكاساس باسياس كوستيراس، كاساس ديال السواحل ديال التخيام كيجيو لهم مره في العام لمده 15 يوم ولا 10 ايام. استورياس فيها السكن ديال الاوكوبا فابور. استورياس فيها عدد ديكلاراسيون او عدد دينونسياس عند الشرطه ديال السكن ديال الاوكوبا بطريقه إليغال قليل. يعني عندك فرص كبير انك تسكن في استورياس وفابور وفي كاسا دي اوكوبا ومجهزه وبلا ما تدار بيك دينونسيا. استورياس كتحتل المرتبه الاولى بالنسبه للمهاجرين او الحراقه او سينالوخ اللي ما ديسالوخادوس او سينتيتشوس، كلهم يمشيو لاستورياس. فيها السكن بزاف خاوي. وكانطابريا حتى هي خوتي المغاربه، طولت عليكم في هذا الفيديو، نزيدكم هي شويه وقول سالمه. نافارا حتى هي فيها العدد قليل شويه. اكستريمادورا كما قلنا بدات كتفاقم فيها الحاله ديال لاس كاساس دي اوكوبا. ايوا هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه هي هذا التطور ديال نشوف لاس دينونسياس. التطور ديال لاس دينونسياس او لا ديكلاراسيون او لا التبليغ باحتلال الملك الخاص ابتداء من 2015 كانت قليله. 2017 طلعت، 2018 من بعد الازمات الاقتصاديه طلعت، 2019 طلعت. نزيدو نشوفوا هذا هو الطابلو اللي وريتكم. وبذلك وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا خوتي المغاربه والمغربيات، وتواصلوا معايا في التعاليق. هذه هي الطريقه الوحيده باش نقدر نتواصل مع خوتي. تواصلوا معايا في التعاليق واعطوني الراي ديالكم وطرحوا اقتراحات ديالكم، وانا مستعد نجاوبكم في فيديوهات خاصين ونهضر معكم وندردشوا شويه. راه كنهضر معكم راه بحال قصار معكم، وكنهضر كنحاول امبروفيزي في الهضره. وسمحوا لي الا درت شي اغلاط، ولا وصلتي حتى لهاد اللقطه دير ابوني ولايك وسبسكرايب ودير تعليق ودير كل شيء. جزاك الله بخير باش الفيديوهات ديالي يوصلوا لاكبر عدد ديال المغاربه، خوتنا المغاربه والجزائريين والتوانسه كلشي سواسيه يستافدوا ويعرفوا اللي عليهم واللي ضدهم في اسبانيا، ويعرفوا كيفاش يجيروا الامور. تحيه طيبه، نتلاقاو في فيديو مقبل.